في خبر صادم يهز عالم كرة القدم، تعرض حارس ريال مدريد والمنتخب البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة خطيرة خلال تدريبات ريال مدريد اليوم. ووفقا للتقارير الواردة، تأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما سيجعله يغيب عن الملاعب لموسم كامل. يعد كورتوا أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وخسارته ستكون ضربة قوية لريال مدريد. سيفقد الفريق خبرته ومهارته الاستثنائية في المرمى خلال المباريات القادمة، وإن غيابه لموسم كامل سيشكل تحديا كبيرا للفريق، ويتطلب منهم تعويض غيابه بشكل فعال وسريع. وفي ظل غياب كورتوا، من المتوقع أن يتولى الحارس المغربي بونو مهمة الحراسة في ريال مدريد. بونو هو حارس مرمى مميز يلعب حاليا لفريق إشبيلية، وقد أظهر قدرة استثنائية في الموسم السابق ومع المنتخب المغربي أيضا في كأس العالم. وإن تكليفه بالدفاع عن مرمى ريال مدريد سيكون تحديا كبيرا له، لكنه يمتلك القدرة اللازمة لتقديم أداء جيد وتعويض غياب كورتوا بشكل لائق. بالإضافة إلى بونو، من الممكن أن يستعين ريال مدريد بخدمات الحارس ديخيا خيارا بديلا لريال مدريد. دخيا حارس موهوب لعب لمانشستر يونايتد، وسبق له أن ارتبط بريال مدريد، لكنه لم تتم الصفقة. إن تم الاعتماد عليه سيكون لديه فرصة لإثبات قدرته وتقديم أداء قوي في غياب كورتوا. غياب كورتوا ضربة قوية لريال مدريد، لكنه ليس نهاية المطاف. يجب على الفريق التكيف مع هذا الوضع الجديد والعمل على تعزيز الثقة في حراس المرمى البدلاء. يتطلب الأمر جهودا مشتركة من قبل المدربين واللاعبين لتعويض غياب كورتوا وضمان استمرارية النجاح في المنافسات. هناك أيضا لونين، لكن هل يقدر على تعويض كورتوا؟ هذا محال. وبهذا يختتم التقرير العاجل حول إصابة تيبو كورتوا وغيابه المتوقع لريال مدريد لموسم كامل، وتعيين الحارس بونو أو ديخيا كبدائل له.